في فيديو النهاردة هنلخص الجزء الثالث والأخير من سلسلة How to Train Your Dragon اللي جاية تحت عنوان العالم الخفي. ويلا من غير كلام كتير نبدأ الفيديو بتاعنا. وفيلمنا بيبدأ بضباب كثيف مغطي سفينة مليانة بصائد التنانين، لكن فجأة بيظهر بطلنا حزوقة وهو لابس درعه الجديد اللي مصنوع من حراشف التنين، ومعاه دراعه اليمين وصاحبه الأنتيم أبو سن، وبيدخل وراهم باقي فرسان قرية بير، وبيقدروا إنهم يتعاملوا مع الصيادين وبياخدوا كل التنانين اللي معاهم وبيرجعوا بيها على قريتهم بيرك. بس هنا بنكتشف المشكلة، بسبب إن حزوقة بيجيب كل التنانين اللي بيحررها معاه القرية ما بقاش في مكان تحط فيه رجلك. تنانين في كل حتة، نايمين على السقوف ومخلصين الأكل وعاملين زحمة في كل مكان. وحزوقة بيكون حلمه إنه يعمل مدينة يعيش فيها التنانين والبشر بسلام، بس جوبر بيقوله انت كده بتلفت انظار العالم كله لينا، وصيادين التنانين مش هيسيبونا في حالنا. لكن حزوقة بيطمنه وبيقوله انه هيتصدى لأي حد يقرب من بيرك. وعلى الناحية التانية من العالم بنتعرف على الشرير بتاعنا جريمل. ده بقى مش مجرد صياد، ده صياد سايكوباتي هادي وذكي جدا. وبيكون جريمل هو السبب الحقيقي في انقراض فصيلة غضب الليل، ولما بيعرف ان ابو سن لسه عايش بيقرر انه لازم يخلص عليه. وجريمل معاه تنانين مرعبة اسمها ديس جريبر، التنانين دي بتفرز سم بيتحكم في الأعصاب، وجريمل بيتحكم فيهم عن طريقه. وبنرجع لحزوكا تاني مع فلاش باك وأبوه بيحكي له عن العالم الخفي، ده المكان اللي كل التنانين بتتجمع فيه. وحزوكا بيكون نفسه إنه يلاقيه زي أبوه ما كان عايز، لكن بنلاقي أبو سن بيشم ريحة غريبة في الغابة، فحزوكا وأستريد بيروحوا وراه وفجأة بيكتشفوا حاجة بتغير الأحداث تماما. تنينة بيضة بتلمع زي اللؤلؤ شبه أبو سن، بس تحسها بدل غضب الليل بتبقى غضب النهار. وأول ما أبو سن بيشوفها بيعجب بيها من أول نظرة. بس التنينة دي بتكون برية جدا، وأول ما بتشوف حزوقة بتخاف وبتهجم عليه، وبعدها بتهرب وبتختفي في لمح البصر. ومن بعدها أبو سن بيبقى عامل زي المراهق اللي أول مرة يحب وعمال يتنطط ومش عارف يعمل إيه. فحزوقة بيروح للمكان اللي لقوا فيه غضب النهار، وهناك بيلاقي حاجة غريبة بتكون زي حقنة مخدرة، وكمان بيلاقي حد عامل فخ. فحزوقة بيرجع لأصحابه وبيقول لهم إنه في دخيل في القرية. ولما إيريد بيشوف السم بيعرف على طول إن هي تخص جريمل، وبيحذر حزوقة منه وبيقول له إن ده مش زي أي صياد اتعاملت معاه قبل كده، ده بيستمتع بتعذيب ضحاياه. لكن حزوقة بيرد عليه وبيقول له إحنا مستعدين له في أي وقت. وبعدها بنلاقي حزوقة قاعد في بيته لوحده، لكن مرة واحدة بيلاقي جريمل معدي من جنبه وبيقول له أهلا بالزعيم حزوقة، وبيعرفه بنفسه وبيقول له إن هو اللي قضى على كل فصيلة غضب الليل ومفضلش غير التنين بتاعه، وهو لازم يسلمهوله سواء بالذوق أو بالعافية. لكن حزوقة ما بيردش عليه، وجريمل بيلاقي نفسه محاصر من فرسان قرية بيرك. وحزوقة بيقول له أنت إزاي جاتلك الجرأة إنك تيجي بيتي وتهددني فيه. لكن بصفارة صغيرة من جريمل بنلاقي بيت حزوقة بيولع وتنانين جريمل بتهجم عليهم، وهم ما بيقدروش إنهم يتصدوا ليها. وجريمل بيقول للمرة الجاية تكون مجهز لي تنيني، وبيمشي بعد ما ولع له في بيته وباقي بيوت القرية. وهنا حزوقة بيقف قدام شعبه بقرار تاريخي وبيقول لهم عشان نعيش بسلام مع التنانين لازم نختفي عن العالم، والحل إننا نسيب بيرك. وطبعا الكل ما بيكونش موافق على قراره، بس حزوقة بيقول لهم بكل شجاعة بيرك مش مجرد جزيرة ومباني، بيرك هي إحنا، وعشان نحمي تنانيننا لازم ندور على العالم الخفي اللي الزعيم رزين كان بيدور عليه طول عمره. وفعلا وفي مشهد مهيب كل أهل القرية بيركبوا تنانينهم وبيسيبوا جزيرتهم وراهم في رحلة للمجهول. وحزوقة بيقول لهم إن إحنا هنفضل طايرين لحد ما نلاقي العالم الخفي، وكمان بيلاقوا إن غضب النهار جاية معاهم. ولما جريمل بيوصل القرية بيلاقيهم هربوا منها، بس بيقدر بذكائه يعرف هم راحوا أنهي اتجاه. وكمان بيكون هو اللي بعت غضب النهار لأبو سن عشان تلهيه. وبعد فترة من الطيران بيستقروا على جزيرة مؤقتا، وهناك أبو سن بيلاقي إن غضب النهار لسه ماشي وراهم، وبيروحوا هما الاتنين يلعبوا على الشط. وأبو سن بيحاول إنه يلفت انتباهها عن طريق إنه بيعمل شوية حركات بهلوانية، وحزوقة بيحاول إنه يغششه، بس أبو سن بيفشل إنه يلفت انتباهها. ولما بتطير وأبو سن بيحاول يطير وراها ما بيقدرش، وبيكون السبب ديله، وحزوقة بيكون شايف ده فبيقرر إنه يعمل له ديل جديد يقدر يطير بيه لوحده. ولما بيركبهوله بيكون أبو سن فرحان جدا وبيقدر إنه يطير بيه.
وبيروح يدور على غضب النهار. وفي الوقت ده بنلاقي إن فالكا رجعت بعد ما لقت إن جريمل عرف طريقهم وجاي وراهم بأسطول كبير جدا. فحزوكا بيقرر إنه يروح لجريمل ويخلص عليه في مكانه، بس ده بيكون قرار غير موفق من حزوكا لأن جريمل بيكون مستنيهم ومدبر لهم الفخ اللي بيقعوا فيه بكل سهولة، وبيحبسهم في قفص كبير مع التنانين المرعبة بتاعته. وبيقول لحزوكا إن أكيد التنين بتاعك مش معاك وإنه لقى حد غيرك يلعب معاه. وبيأمر التنانين بتاعته إن هي تهجم عليهم من غير أي رحمة، لكن حزوكا وأصحابه بيقدروا إنهم يفلتوا منهم بكل صعوبة، وبيهربوا من الفخ ده من غير أي إصابات إلا حاجة واحدة بس. ولما بيرجعوا الجزيرة وما بيلاقوهاش معاهم، حزوكا بيغضب جدا وبيحس إنه ملوش لازمة من غير أبو سن. فأسترد بتاخده عشان يدوروا عليه، وبيفضلوا طايرين في وسط البحر لمكان غير معروف. لكن مرة واحدة بيلاقوا قدامهم حفرة عملاقة في وسط المحيط، وبنسبة كبيرة بيكون ده العالم الخفي. ولما بيدخلوا له بيلاقوا حاجات مش طبيعية، ألوان نيون، كريستالات بتلمع، وملايين التنانين اللي بتطير في كل حتة. وفي وسط كل ده بنشوف أبو سن واقف على صخرة عملاقة وكل التنانين بتركع له. أبو سن بقى ألفا التنانين في العالم الخفي، وحازوكا بيبص له وبيدرك الحقيقة المرة إن التنانين مكانها هنا مش معاهم. ولما التنانين بتلمح حازوكا وأسترد بيهاجموهم بكل شراسة، بس أبو سن بيقدر إنه ينقذهم ويطير بيهم بره. وفي الوقت ده البنت المزعجة رفنات من كتر ما هي رغاية ومستفزة مخلية جريمل مش عارف يخطط لأي حاجة. فجريمل بيسيبها تمشي عشان حاجة واحدة بس، إنه يقدر يراقبها وهي بترجع، وبالتالي تكشف له مكان بيركل الجديدة. فجريمل بيقدر إنه يوصل لها وبيهجم هجوم كاسح وبيخطف أبو سن وغضب النهار، وبيستغلها عشان يجبر أبو سن إنه يستسلم، وبيخلي باقي التنانين ما يهجموش عليه. وبأمر من جريمل أبو سن بيأمر كل تنانين بيرك إن هي تدخل أقفاصه، وجريمل بياخد كل التنانين وبيسيب حازوكا وأهل بيرك لوحدهم على الجزيرة من غير أي قوة. فحازوكا هنا بينهار حاسس إنه من غير أبو سن ولا أي حاجة، بس أسترد بتيجي وبتقوله الجملة اللي بترجعه لعقله: أنت حازوكا، أنت اللي غيرت تفكيرنا، أنت مش محتاج تنين عشان تبقى بطل، أنت البطل بنفسك. حازوكا بيجمع الفرسان وبيلبسهم بدل طيران متصممة من حراشف التنانين زي اللي معاه، وبيقرروا إنهم ينفذوا مهمة انتحارية لإنقاذ أصحابهم. وبينزلوا من السما زي الصقور على أسطول جريمل وبيبدأوا الهجوم، وبيقدروا إنهم يحرروا كل التنانين اللي بمساعدتهم فرسان قرية بيرك بيقدروا إنهم يسيطروا على الأسطول ويدمروه بالكامل. وبيكون في معركة طاحنة في الجو وعلى السفن، وحازوكا بيقدر إنه يوصل لأبو سن، لكن جريمل بيضرب غضب النهار بحقنة سم وبيركب عليها وبيهرب. فحازوكا وأبو سن بيطيروا وراهم، لكن تنانين جريمل ما بتسيبهمش في حالهم وبيتجمعوا كلهم حوالين أبو سن. لكن أبو سن بيكشف لنا سر جديد من أسراره، وبيقدر إنه يتحكم في الرعد ويضربهم كلهم بيه، وبيكمل ورا جريمل اللي بيقدر إنه يضربه بالسم. حازوكا بيعمل لقطة مجنونة وبيفك نفسه من أبو سن في نص الجو وبيطير على جريمل وبيوقعه من على غضب النهار. لكن وهم بيقعوا للموت حازوكا بيقول لغضب النهار روحي وانقذيه. فغضب النهار بتطير بسرعة وبتنقذ أبو سن، وحازوكا وجريمل بيقعوا للمحيط. وفي اللحظة الأخيرة وقبل ما حازوكا يخبط في المية، غضب النهار بترجع بسرعة البرق وبتقدر إن هي تنقذ حازوكا من الموت، وجريمل بيقع وبيلقى مصيره. ونرجع للجزيرة تاني، المعركة خلصت وأخيرا انتصرنا، بس الحقيقة المرة بقت واضحة للكل. حازوكا بيقف قدام أبو سن وبيحط إيده على راسه وبيقوله إن العالم لسه مش جاهز يتقبل التنانين والبشر، روح وجود شعبك لعالمهم. وكل أهالي قرية بيرك بيقلعوا السروج من على تنانينهم وبيودعوهم بكل حزن. وأبو سن بيبص لحزوكا نظرة كلها شكر ومحبة وبيطير في السما ورا كل التنانين المتجهة للعالم الخفي. وبعد فترة بنلاقي حازوكا وأسترد اتجوزوا وبدأوا حياة جديدة من غير التنانين. لكن بنمشي بالزمن 10 سنين قدام وبنلاقي حازوكا وأسترد راكبين مركب ومعاهم أولادهم ومتجهين ناحية العالم الخفي. وفجأة ومن وسط الضباب بيظهر تنين أسود عملاق، لكن بيظهر إن أبو سن ومعاه غضب النهار وكمان 3 تنانين صغيرة. وفي الأول أبو سن ما بيقدرش يتعرف على حازوكا، بس بمجرد ما بيرفع إيده ويقربها منه
أبو سن بيفتكر صاحب عمره وبينط عليه وبيحضنه، وهنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا ومعاه السلسلة العظيمة من How to Train Your Dragon. لو عجبك الفيديو واستمتعت بيه ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو في كل مكان، وما تنساش تاخد لفة في القناة وتشوف الأجزاء اللي فاتت. سلام.